بر الوالدين وتحري البركة قبل الكم والكثرة. عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان رجل له 4 بنون فمرض، فقال أحدهم: أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء، وإما نمرضه وليس لي من ميراثه شيء. قالوا: بل مرضه وليس لك من ميراثه شيء. قال: فمرضه حتى مات ولم يأخذ من ماله شيئا. قال: فأتي في النوم فقيل له: ائت مكان كذا وكذا خذ منه 100 دينار. فقال: في نومي أفيها بركة؟ قالوا: لا. قال: فأصبح فذكر ذلك لامرأته فقالت: خذها فإن من بركتها أن نكتسي ونعيش فيها. قال: فأبى. فلما أمسى أوتي في النوم فقيل له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منه 10 دنانير. فقال: فيها بركة؟ قالوا: لا. فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت مثل ما قالتها الأولى، فأبى أن يأخذها. فأتي في النوم في الليلة الثالثة: أن ائت مكان كذا وكذا فخذ منه دينارا. قال: فيه بركة؟ قالوا: نعم. قال: فذهب فأخذ الدينار ثم خرج به إلى السوق، فإذا هو برجل يحمل حوتين. فقال: بكم هما؟ فقال: بدينار. فأخذهما منه بالدينار ثم انطلق بهما. فلما دخل بيته شق الحوتين فيجد في بطن كل واحد منهما درة لم يرى الناس مثلها. قال: فبعث الملك لدرة يشتريها فلم توجد إلا عنده، فباعها بوقر 30 بغلا ذهبا. فلما رآها الملك قال: ما تصلح هذه إلا بأخت، اطلبوا مثلها وإن أضعفتم. فجاءوا وقالوا: عندك أختها ونعطيك ضعف ما أعطيناك؟ قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فأعطاهم إياه بضعف ما أخذوا الأولى. تأمل معي كيف أن عاقبة تحري البركة وتحري الحلال أن الله سبحانه وتعالى يضاعف له المال ويضاعف له البركة. وكذلك فضيلة بر الوالدين عندما آثر أن يمرض والده ولا يأخذ من ميراثه شيء، فعوضه الله بأضعاف مضاعفة عن ما أخذ إخوانه.